احنا للاسف ما بنتكلمش كتير عن النحافه ومشاكلها، مع ان بقى اللي عنده نحافه ده مشكلته كبيره جدا، لان هو مش عارف يزيد في الوزن، وده ممكن ساعات بيعرضه لمشاكل صحيه، غير ان هو اصلا مش بيبقى ساتيسفايد او مش بيبقى راضي عن شكل جسمه، خاصه لو كانت بنت. خليني اقول لكم ازاي المشكله دي ما تزيدش في رمضان. لان وارد جدا مع الصيام الشخص ده يكون مش قادر ياكل كميات كافيه لاحتياجات جسمه. مبدئيا كده خلينا متفقين ان لازم مؤشر كتله جسمك يكون اقل من 18 ونص علشان نقول ان عندك نحافه، وده بيتقاس عن طريق وزن الجسم بالكيلو بنقسمه على مربع الطول بالمتر. تعمل ايه وتعملي ايه عشان المشكله دي ما تحصلش في رمضان، وعشان حتى اطفالنا واولادنا المراهقين ما يتعرضوا لهاش. العصائر الطبيعيه في منتهى الاهميه، بروتين بكميه كافيه، ولو الشهيه مش مساعداني ممكن اخد بروتين باودر عادي جدا. المكسرات والسوداني من اهم مصادر السعرات الصحيه. زيت الزيتون ضروري جدا وممكن يتضاف للاكل والسلطات. الافوكادو ممكن يدخل في عصاير كتير جدا، وهو من الدهون الصحيه اللي سعراتها عاليه، وفي مكملات غذائيه كتير جدا بتساعد على زياده السعرات. بيبقى مش ضروري بس بروتين باودر، لا بيبقى فيها بروتين وكربوهيدرات بتتاخد مرتين اثناء ساعات الفطار. وخلينا متفقين على نقطتين مهمين جدا. اولا الرياضه اللي فيها اوزان خارجيه ومقاومه في منتهى الاهميه وضروريه، ومش هتزيد كتله عضليه الا بالتمارين دي. وتاني حاجه مهمه وبتجيب برضو نتائج كويسه، الادويه اللي بتحسن الهضم، فيها انزيمات هاضمه دي بتحسن جدا الشهيه وحركه الاكل في الامعاء. لو في امساك لازم يتعالج، لان هو من اهم اسباب النحافه. مش هنقرب خالص من الادويه الفاتحه للشهيه، لان غلط استخدامها على المدى الطويل.